الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي بعد موجة ارتفاعات قوية ليصل إلى 50 جنيه و22 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم متابعة آخر أخبار الدولار والعملات والاقتصاد في مصر لحظة بلحظة. في الفيديو ده هنعرض لكم آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية بعد حالة الاستقرار اللي ظهرت في السوق خلال تعاملات اليوم، ويا ترى هل الاستقرار ده هيستمر ولا ممكن نشوف تحركات جديدة في الأسعار؟ يلا بينا نتناول الأسعار. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 50 جنيه و8 قروش للشراء، 50 جنيه و22 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار حوالي 50 جنيه و9 قروش للشراء، 50 جنيه و19 قرش للبيع. في البنك التجاري الدولي السعر استقر عند 50 جنيه و10 قروش للشراء، 50 جنيه و20 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 50 جنيه للشراء، 50 جنيه و11 قرش للبيع. وحاليا السوق في حالة ترقب لمعرفة اتجاه الدولار خلال الفترة اللي جاية، وهل هيستمر الاستقرار ده ولا لأ. وجهة نظرنا بتقول إن طالما الحرب مستقرة أو طالما الحرب شغالة كده، معنى كده إن الدولار هيرتفع، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى إن الأسعار تنزل والحرب تخلص على خير. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو حابب تتابع أسعار الدولار والذهب في مصر أول بأول، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. مع السلامة.